قناة خضر إسماعيل تقدم مع الموسيقى هنسهر والمغنى والألحان، نسمع أغاني وطرب من فن أهل زمان، مليان ثقافة وأدب، أشكال على ألوان، معاني سامية وجميلة بتسمو بالوجدان. ما الفن أصله اتخلق لسعادة الإنسان. أغاني، كلمات ومعاني. إعداد وتقديم خضر إسماعيل. مع الكروان صوت مصر الدافئ، شادية مصر والعرب شادية، ومع الملحن الرائع خفيف الظل منير مراد، والكاتب المبدع الشاعر الرائع صاحب الكلمات المبتسمة خفيف الظل فتحي أورا. وأنا قلبي معاك يصحبكم فيها الشاعر الكبير خضر إسماعيل. اتفضل يا أستاذ خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا بيك يا أستاذ أحمد جودة، وأهلا بالسادة المستمعين والمتابعين والمحبين، أحباء الفن الأصيل الجميل، أحباء الموسيقى العربية والغناء الجميل، الكنوز المصرية التي تمتلئ بها مكتبة الأغاني في الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري. هذه الكنوز التي جعلت لنا الريادة في الشرق وجعلت لنا الريادة وسط العرب. هكذا كنا وسنكون دائما نحن رواد الفن الجميل الأصيل، نحن الذين منذ فجر التاريخ نصدر الحضارة للعالم أجمع، وما زلنا حتى الآن رواد الفن الجميل. مع شادية العرب ومصر وشادية الشرق، شادية في إحدى أغانيها الجميلة شادية، حينما سئل عنها محمد عبد الوهاب قالوا له شادية صوتها إيه؟ فقال إيه؟ كروان. أيوة، صوتها صوت كروان. شادية العرب الرائعة، صاحبة المواقف والمحطات الثلاث، فلها محطات ثلاثة. المحطة الأولى في حياتها مرحلة الشقاوة، محطة الشقاوة، وبعدين التوسط، وبعدين مرحلة النضج واكتمال النضج وريادة، إنها استطاعت إنها تؤسس لنفسها مذهب خاص بها في أنها تكون رائدة الأغنية الوطنية العاطفية. ومن ينسى منا يا حبيبتي يا مصر. تعالوا نتحدث ونتجاذب معا أطراف الحديث حول هذه الرائعة وحول هذه الكلمات. يصحبنا في هذا المجال ومعنا في هذه الكوكبة الرائعة منير مراد. وما أدراك ما منير مراد؟ صاحب الموسيقى الخفيفة الجميلة الراقصة الباسمة، أو اللي خفيفة الظل، حاجة كده تاخدك بعيد قوي وتحلق بيك. لو عايز تتكلم على الشباب وعلى موسيقى الشباب يبقى لازم تتكلم على منير مراد. لو عايز تتكلم على موسيقى الديوتو اللي موجود ومين عمل أحسن ديوتات في الغناء المصري تتكلم عن منير مراد. لو عايز تبتسم وانت بتسمع أغنية اسمع ألحان منير مراد، ذلك الملحن العبقري الفذ. ولم لا؟ فهو رجل جاء من أسرة كلها فنية. أبوه زكي مراد، أبوه نفسه موسيقار، راجل موسيقي وهو موسيقي، وأخته ليلى مراد اللي هي ليليان برضو موسيقية. كلهم عيلة موسيقية وكلهم يعني ملؤونا فنا وجمالا وأدهشونا بفنهم جميعا. ده منير مراد. يبقى معنا الفارس الثالث والمهم أوي 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 فتحي أورا، صاحب خفة الدم. كلامه جميل جدا. لما تيجي تسمع كلام فتحي أورا في أغانيه تلاقي أغانيه خفيفة كلها جواها نكتة كده إبداعية. تلاقي الكلام نفسه بيخليك تبتسم وانت بتسمع له، بس مش معنى هذا انه فاضي من جوه، لا، ده مليان وقوي وعميق وحاجه حلوه قوي فيها فلسفه
كتيرة قوي، وكم كتب فتحي قورة، وكم غنت شادية من كلمات فتحي قورة ومن ألحان منير مراد. دول الفرسان الثلاثة اللي معانا النهاردة، واحنا بنبدأ الأغنية اللي هي أغنية القلب معاك. وخدوا بالكم آسف جدا، الأغنية بتبدأ بالقلب معاك، وبعد كده بيتغير القلب ويبقى قلبي معاك، بتضيف له ياء إيه؟ النسب لصاحبة الكلام، للمتكلمة، فيبقى ياء المتكلم هنا، فبيبقى قلبي أنا، خصوصية بقى، خصوصية القلب. لكن في الأول خالص بدأ القصيدة بتاعته فتحي قورة القلب معاك. تعالوا نسمع بيقول إيه، بيتكلم بيقول إيه؟ بيقول القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، فرحت معاك أول فرحة، مشتاق وحياتك للتانية، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا. تعالوا نفهم الكلام ده مع بعض كده، ونحاول نتعمق في الكتابة، ونشوف قد إيه الناس الكتاب دول أساتذة بجد، علمونا إزاي نكتب، وإزاي نستمتع بالكتابة الشعر، وإزاي يبقى الكتابة فن مش مجرد رص كلام. بيقول القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، فرحت معاك أول فرحة، مشتاق وحياتك للتانية، وكأن هناك كلام قيل بس محذوف، كلام محذوف. طبعا ممكن يبقى في كلام احنا عندنا في اللغة العربية حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، واخد بال حضرتك؟ عندنا كده، عندنا أسلوب في اللغة العربية يقول لك حذف من الأول لدلالة الثاني إيه؟ عليه. طب إيه هي الفرحة الأولى يا عم فتحي؟ فرحت معاك أول فرحة، مشتاق وحياتك للتانية. ممكن تكون فرحت معاك أول فرحة فرحة اللقاء الأول والاعتراف بالحب والمجاهرة به، ممكن يكون الفرحة الأولى إن إحنا مثلا عملنا لقاء مع شبكة وفي انتظار كتب الكتاب، ممكن كل ده في حياتنا المصرية، ممكن قرينا الفاتحة، ممكن اعترفت لك بحبي واعترفت أنت بحبك ليا، وإحنا الاثنين عرفنا إن إحنا بنحب بعض، وده أول مرة فينا يجاهر الآخر بحبه ليك ويقول لك أنا بحبك، ممكن جدا. لكن في النهاية هي أول فرحة، الفرحة الإيه؟ البكر، اللي بنسميها الفرحة البكر. إحنا صغيرين، إحنا شباب لسه، مرت علينا الحاجات دي. فأول ما القلب يدق، أول دقة في عمرك، أول حد تحبه في عمرك، يبقى له طعم تاني، شكل تاني. الفرحة الأولى بتبقى لها معنى تاني، فرحة بكري كده، حاجة تانية مختلفة خالص عن أي فرحة أخرى، بتدخل جواك بأحاسيس ومشاعر بتحس بيها وتشوفها لأول مرة. أول مرة قلبك يدق، أول مرة مشاعرك تتحرك، أول مرة تحس بقرب حد منك وأنت قريب منه وهو قريب منك، أول مرة تحس إن في خصوصية بينك وبين إنسان تاني. كل ده شيء جميل. المشاعر الأولى هي الصادقة دايما، وهي اللي دايما بتدوم وما بتنتهيش. فرحت معاك أول فرحة، مشتاق وحياتك للتانية، أنا قلبي معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، آخر الدنيا. فرحت معاك أول فرحة، مشتاق وحياتك للتانية. فرحت معاك أول فرحة، مشتاق وحياتك للتانية، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، آخر الدنيا. الله 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 الله. خدوا بالكم في الكلام، الراجل بيقول أنا قلبي معاك ثانية بثانية. القلب لما بيدق بالثواني مش بالدقايق، ماشي؟ بيدق بالثواني. فحتى الكلمة اللي اختارها في الوقت والزمن خلاها كلمة تتوازى وتتواكب وتتماشى مع حال القلب لما يدق. أنا قلبي معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا.
يبدأ بعد كده يكلمك ويقول لك أنا هبعت روحي تهيم حواليك في البعد عشان تفتل عليك. أنا هبعت روحي تهيم حواليك في البعد عشان تفتل عليك. بتبص لمين بتكلم مين في غيابي ومن حليت في عينيك. إياك إياك يبقى مخصمك، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا. يا سلام، أنا هبعت روحي، شوف، هبعت روحي تهيم حواليك. يا سلام على الكلام، يا سلام يا عم فتحي. من الحب ما بين المحبين وأمور المحبين أمور غريبة وعجيبة ما يعرفهاش إلا اللي عرف الحب واللي عاش الحب. تقول لك أنا هبعت روحي تهيم حواليك. يا سلام، يعني إيه تهيم؟ تحوطك وإيه وتلازمك، تحرسك وترعاك وتبص تشوف أحوالك. أنا هبعت روحي تهيم حواليك في البعد، تبقى وانت بعيد انا براقبك من بعيد. يا سلام، الاستشعار عن بعد. مراكز الاستشعار عن بعد اتكلم عليها فتح قورة قبل ما يتكلم عنها العلم الحديث، وبدأ يتكلم عنها وينصبها كمراكز لمراقبة الغير، الانذار المبكر. ايوه، انا هبعت روحي تهيم حواليك في البعد عشان تفتل عليك. تفتل وتقول لي بتبص لمين؟ بتكلم مين؟ يا سلام، البصه، النظره، كل شيء يا حبيبي خد بالك، كل شيء مراقب، كل شيء موجود ومراقب. طبعا الزمان اللي احنا فيه ده بقت المراقبه سهله قوي، اسهل من الزمن اللي هي كانت اتكتبت فيه الاغنيه. يعني دلوقتي تقدر تراقب حد عن طريق التليفون، تراقبه عن طريق تليفونه نفسه، او تعمل له كاميرات او بقت العمليه سهله شويه، لكن زمان كانت صعبه. بس ما هي صعبه ليه؟ لان الارواح كانت بتعرف تراقب الارواح، والقلوب كانت بتعرف تتواصل مع القلوب. وهو ده الحب المظبوط، هو ده الحب اللي ما فيش فيه اي تضليل ولا زيف، هو ده الحب الصادق. انا هبعت روحي تهيم حواليك في البعد عشان تفتل عليك. بتبص لمين؟ بتكلم مين؟ في غيابي ومين حليت في عينيك. انت هتقدر تنساني؟ هتقدر تنسى حلاوتي؟ هتقدر تنسى الحب اللي بيني وبينك؟ هتنساني وتبص لغيري؟ معقولة دي؟ طبعا مش معقولة، لأن اللي يحب ما يقدرش يكره، واللي يحب ما يعرفش ينسى، واللي يحب دايما حبيبه قدامه في قلبه وفي عينيه وفي خياله وفي كل حاجة عايش معاه الدنيا دي كلها. الحب لما يدخل القلوب يخلي القلوب جنة وروضة، ويخلي الحياة حاجة تانية خالص. الحب حياة، وحياة جميلة قوي ورائعة قوي. أنا هبعت روحي تهيم حواليك في البعد عشان توصف لعينيك. بتبص لمين؟ بتكلم مين؟ في غيابي ومن حليت في عينيك. إياك إياك لا بقى مخصمك، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا. شوفوا الكلام والجمال والحلاوة والخفة. شفتوا قد إيه فتح قورة كاتب الكلمات المبتسمة خفيفة الظل. أنت مش بتستمع بس وأنت مبسوط والألحان واخداك، لا، وكمان خفة الظل ملازماك، وابتسامة على شفايفك وأنت بتسمع. مش قادر لا ما تبتسمش، مش قادر ما تبتسمش، لأن الأغنية خفيفة وظريفة ولطيفة، وفيها ابتسامة عريضة قوي رسمها الكاتب والشاعر الكبير فتح قورة. كمان المزيكا لما هتشوفها وهي وتسمعها، مزيكة منير مراد، مزيكا حلوة قوي مبتسمة قوي هي الأخرى، خليك مبتسم. وصوت شادية وهي في مرحلة الشقاوة زي ما اتفقنا، لأن الأغنية دي من أغنيات مرحلة الشقاوة عند وخفة الظل عند شادية الأمورة الصغيرة في ذلك الوقت، لأول ما بدأت حياتها
الغنائية بخفة الظل وبالجمال ما زالت موجودة هي الأخرى. فجمال على جمال على جمال. الله 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 يا ست شادية، الله 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 يا عم منير، والله الله 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 يا فتحي قورة. الله الله على الجمال والحلاوة والزمن الجميل والفن الجميل. أقول لكم إيه ولا إيه ولا إيه؟ بصراحة وجبة جميلة وحلوة لذيذة أوي أوي أوي. بتمنى إن أنتوا تستمعوا إليها وتتمتعوا بيها زي ما أنا بستمع إليها معاكم وبتمتع بيها. أقول لكم إيه، ما زال لسه معانا وقت نكمل بقية الأغنية في الحلقات الجاية إن شاء الله. أترككم على الخير وبالخير وبالحب دائما نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا. فرحته معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية. فرحته معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية. ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك. لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا. لحد كده النهاردة خلصت الحلقة، ومعادنا بكرة سوا نكمل الغنوة ونبين المعنى ونشرح الألحان معادنا بكرة سوا مع فن أهل زمان، أغاني كلمات ومعاني.